قل أنا أتناول أدوية تسبب لي الإرهاق والتعب، هل يجوز لي الجمع بين المغرب والعشاء؟ بالنسبة للمريض إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجوز له أن يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان هناك حاجة، إما بسبب تعب أو بسبب علاجات أو أدوية يأخذها وتسبب له النعاس أو النوم فلا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذلك المستحاضة أيضا، كما المستحاضة، هذا الاستحاضة نوع من المرض فيشق عليها أن تتوضأ في كل صلاة، فأيضا يجوز لها في هذه الحالة أن تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذلك من أراد أن يجري عملية وهذه العملية ربما أنها تستمر وقت طويل، فيجوز له أيضا أن يبادر ويصلي الظهر والعصر يجمعهما جمع تقديم، أو كذلك إذا كان يجريها في الليل يجمع ما بين المغرب والعشاء، وهكذا. كذلك من علم بأن عنده مثلا من الأعمال الشاقة أيضا والتي ربما تمنعه من أداء الصلاة في وقتها، فإنه يجوز أيضا له في هذه الحالة أن يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن دون قصر. يجمع دون قصر. بعض الناس يظن أن الجمع متعلق به القصر، لا، هذا في السفر فقط، القصر في السفر، لكن الجمع يجوز في الحضر. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر. فالمقصود أنه جمع النبي، فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، فكانت هذه رخصة وأيضا تفريج للناس لمن لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها بسبب مرضه أو بسبب انشغاله بأشغال مهمة، وربما يكون أيضا هذه الأشغال ربما تتعلق بالحرب أو بغيرها. ولذلك نجد أن الحاجة أحيانا تكون في بعض هذه المواقف، خاصة لمن يعملون في بعض الأماكن الأمنية أو غيرها، فإنهم يحتاجون أحيانا إلى الجمع ما بين الصلاتين، ما بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا كان عندهم مهمة يريدون أن يقومون بأدائها ويخشون فوات الوقت، فإنهم يجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا ما بين الظهر والعصر. وهكذا الأطباء، الطبيب إذا كان مثلا عنده إجراء عملية أو عنده حالة طارئة أو حالات مهمة ولا يستطيع أنه يؤدي الصلاة في وقتها ويخشى أن يتضرر المريض أو المرضى بذلك، فيجوز أيضا له أن يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.